السلام عليكم. زي ما وعدتكم انا وعم احمد الراجل المحترم، انا عنده النهارده في هنا ان شاء الله باين باذن الله في المقطع. فهو كان وعدني مشكورا لما كنا في معرض في تجربه في الاقصر، لما كان بيشرح على البطاريه الهرم. فقلت له طيب البطاريه دي عندك يا عم احمد؟ قال لي موجوده عندي في عنبر. فليه شغلت البطاريات؟ ليه الاول نبدا بالسؤال الاولاني، اشمعنى بطاريه؟ بطاريات اوفر في التربيه بالظبط. شوفوا بس الصوت ده يا شباب ظاهر عندكم ولا لا؟ ليه بطاريات؟ بطاريات اوفر في التربيه. تمام. اوفر. اقل امراض. تمام. اقل تكلفه. تمام. توفير انشاء. تمام. توفير ادويه. تمام. طب ممكن لا تسكت. اسال سؤال بسيط؟ ليه توفير ادويه؟ توفير الادويه عشان خاطر عشان خاطر الفراخ ما فيش ارضيه تحتها، ما فيش سابله، ما فيش الاخراج بتاعها بعيد عنها هنا. تمام. قولي هم الراجل اللي بره ده توفير ادويه. هو بيتكلم يا شباب. الاول مبدئيا عم احمد العنبر عادي شبه عنابرنا كلنا. صغير. عنبر صغير طوله زي ما انتم شايفين كده، يعني ادي باكيه 2 30 في 9. فلما تيجي تقول 30 في 9 يعني 270، يعني يشيل 2700 بالعافيه. تمام. وارضيه ماشي الحال، سقف ماشي، يعني زي ما بيقولوا ايه، شبه عنابرنا كلنا، صح كده يا عم احمد؟ شبه عنابرنا كلنا. طيب الراجل عايز يطور من نفسه، كان طبعا شغال ارضي صح كده؟ ده كنا نرموه كل دوره. ترمي كل دوره؟ كانش ينفع، كناش نربوا فيه. دول عملناهم تجربه عشان نركب بطاريات. يعني العنبر ده الاولاني في البطاريات، صح ولا انا فاهم غلط؟ اول. يا ده الاقدم. ده الاقدم. طيب ده بقى له قد ايه؟ 3 سنين هكذا. ده 3 سنين النهارده. فانت قلت اجرب في الصغنن ده. تمام. فلحت ما فلحتش؟ لا فلحت قوي. يعني فلحت. احنا كناش نعرف نربوا فيه ابدا. طيب مبدئيا دول كام بطاريه؟ الطول ده كام؟ يعني 11 و11. 11 بطاريه اللي هي الاثنين دول مع بعض. اللي هو 22 عش يعني. ما ده عش. ولا دي بطاريه يعني؟ دي بطاريه اللي هم الاثنين مع بعض. 4 ولا يعني هم 22 عش. 22 بطاريه منك. 22 عش او 11 بطاريه. ما هو البطاريه يا جماعه اللي هو من اول هنا اهو لحد عنده، اللي هو ال 2 متر و5 دي. 22 في 2 11 في 2 11 في 2 ب 22 متر. ب 22 عش. 22 عش في 2 ب 44. قول في 6 بقى. ما هم هنا 3 وهناك 3. 6 صح. 22 في 6 يبقى 120 132. بتسكن فيها قد ايه لحد عمر كام؟ 4400. لا انا بتكلم البطاريه دي بس، انا بتكلم 16 لحد عمر البعث مع 16. يشيل 16 قول في 132 يعني 16 في 132 صعبه قوي دي. 16 في 12 يعني تقريبا 2000 فرخ البطاريه اللي قدامي ديت. 2000 دي بعد تشيل 2150 ودي 2150. دي تشيل 2150 وزيها اليمه الثانيه 2150. يعني اصبح 4 ونص، صح يا عم احمد؟ 4300 بالظبط. 250 و250 4300. كان يشيل 2 ونص ارض. يعني يعتبر تقريبا انضرب في يعني دخل على الضعف. وسع في العنبر. يعني كله وسع. تمام. يعني هو كل الموضوع ان العنبر ده طوله 30 في 9 اللي هو 9 من الباب من الحيطه للحيطه. صح كده؟ صح. وطوله 30 من الحيطه للحيطه برضه. جميل. يشيل بدل 2700 ارضي 2000 ونص ومش نافعين، او 2000 ونص ارضي ومش نافعين، كانوش نافعين. يشيل 4300 تقريبا. طيب دي نمره 1. نمره 2 عشان بس الناس بتسال اشمعنى محضن في الدور الثاني مش محضن في الاولاني مش محضن في الثالث؟ بما انك انت بقالك 3 سنين بتربي فاكيد قابلتك حاجات ورجعت في كلامك. عشان خاطر دي فيها مصدر
دي فيها مسطره بتاعت حلوه وادفى واقل تدفئه تكفي. النص لا هو الهواء لطشه ولا هو لا ولا صاقع ولا سخن. طب هات يا محمد، رن عليا بس على تليفون تاني. معلش يا شباب، كان جات لي مكالمة بس. الدور التاني عشان ادفي. ولا سخن ولا بارد. طيب الاول شوفوا لي الصوت يا شباب، دي نمره واحد. نمره اتنين يا ريت بس ايه بسم الله ما شاء الله كده عشان ربنا ايه يعني يطرح البركه لعم احمد. طيب في حاجه، الفتحه بتاعت العش دي كده يعني لو في ذكر بط جوه اعرف اطلعه يعني. امسكها بعد اذنك، انا عايز اقيسها حتى بالشبر بايدي كده. واحد شبرين 55 شبرين وشويه 55 سم. 55 سم. لا 55 سم تطلع اللي انت عايزه. والخامه ما دي بقى لها 3 سنين مش عارف يعني. ده شغل الباشمهندس ابراهيم الرفاعي. تمام. مش كل اللي يعمل بطاريتين حداده تمام يقول انا عملت. ده شغل الباشمهندس ابراهيم الرفاعي. تكنوجاش بنها. تكنوجاش بنها. تمام. برضك من ضمن الاسئله انا ازاي بدفي ده؟ من الاسئله دي بتسالها ازاي بدفي الثلاث ادوار وما بيبقاش يعني ازاي بتقدر توزن التدفئه في الثلاث ادوار شبه بعض قدام مش دلوقتي. في الشتي بحط فوق، اول ما اجي اعمل من هنا احط هنا. تنقل فوق الاول. في الصيف اجيب العكس احط هنا. يبقى في الشتاء ببدا من النص بس بطلع فوق. لان فوق ادفى. تمام. في الصيف العكس، من فوق انزل تحت. تمام. طيب الاول الرسمه بتاعت العنبر عشان بس الشباب يبقوا فاهمين ان انا داخل باب العنبر من بره من هنا، اللي هو الباب اللي ده خرج منه الراجل الطيب ده. شبابيك زي ما انتم شايفينها يعني، ده الوضع القديم بتاع العنبر. هو كان كده الاول ملوش دعوه بالبطاريات. حاضر. خلايا شباك في كل شبابيك وخلايا صف البحر. واحده واحده لا ولا كل الشبابيك؟ كل الشبابيك البحريه. يبقى انا ببرد العنبر ده بالعرض. بالعرض. اللي هو يمشي 9 متر بدل ما يمشي 30 متر. ايوه. تمام. خليه فوق وخليه تحت. انت لو عوزت افتح زي كده بمزاجك، تفتح شباك وتفوت شباك براحتك. يا شماتة الطوال فينا. تمام. تمام. اهو العرض. وادي التحكم اهو. تمام. عنبر بسيط يعني. والشفاطات الجانبيه؟ تمام. ده ليه؟ يا ريت يا جماعه بس ما حدش يرن لحد ما اخلص البث المباشر بدل ما تقطعوا عليا البث بعد اذن حضراتكم. دي خلايا برضه. يا ريت نعمل مشاركات للبث ده يا شباب
عشان اللي عنده عنبر شايف ان هو امكانياته ضعيفه وعايز يركبه زي كده نص العمى ولا العمى كله. لا ده بالنسبه للتربيه البسيطه يعني ما افضل من الارض مهما كان. افضل. هو صحيح البطاريات يعني ايه كلمه هرمي يعني ما تزوديش الكميه قوي، بس امكانيات عنبر زي كده ما اعرفش اركب له كومباكت اصلا اللي هو الرأسي. لا ده ما هركب له ازاي؟ ده هو سقفه اهو. ما ومتهيألي السقف ده ما يكملش 3 متر ولا 3 بالعافيه. 3 مش هينفع معاه الكومباكت. انا عامل عنبر هناك عامله لي ده ابراهيم الرفاعي كامل كومباكت. هرمي برضو. هرمي ولا كومباكت؟ لا هرمي اوتوماتيك سير وسرعه واوتوماتيك سير سبله. سير سبله. هرمي بس اوتوماتيك. اوتوماتيك. العنبر الثاني متهيألي اطول بس 60 متر. 60 لا ال 60 وضع وال 30 وضع. يستحق سير سبله وي والكلام ده كله. تمام. بس اللي يعمل بطاريات يعني ده ارجوكم اي واحد عاوز يعمل بطاريات يدور على المكان الصح. تمام. مش اي حد حداد يقول لك انا بعمل بطاريات. لا ده حرام. يعني شوف الشغل التكنولوجيا وانت بتقول ان بقاله 3 سنين عندك. ولا حاجه. تمام. ولا حاجه. ولا طوس ولا صد ولا الكلام ده كله. والله ما في نبل غيرناه. مش نبل غيرناه. نبل واحد ما غيرناهوش. بتاعه العوامه. وريني كده. شغل ابراهيم الرفاعي. تكنو. تمام. معلش سؤال كده خطر على بالي. هو انا مش ممكن ادي دواء للدور ده بس يعني بدل ما ابدل الدنيا كلها؟ اللي هو هنا يا شباب هو بيتحكم في المحابس هنا بمزاجه. يعني هو دلوقتي فتح لي دي بس. لا دي بس في النص. دي اللي في النص. دي في الاخر دي كان في الاول. فهو فتح الدور اللي هو فتح ليه ميه. بس هذا بس. يبقى مفيش ميه فوق ومفيش ميه تحت. من المحبس ده محبس حنفيه عادي خالص. وبعدين طلع الخامه. لا بسم الله ما شاء الله. طلع الخامه. الله يبارك له باشمهندس ابراهيم. تعال تعال. لا شغل الباشمهندس ابراهيم الرفاعي. معلش سؤال كمان. انا بصيت لقيت فيه 3 مراوح هنا، دول موجودين من الاول؟ مع قلبه الهواء. اللي هم بيحركوا الهواء اللي في جوه العنبر نفسه. لو شغل هذا 3 مراوح. بحيث ان هم بيسحبوا الهواء من ورا لقدام. اللي هو الهيتر هناك. لو انا مش مشغل شفاطات هم هيجيبوا لي الايه؟ الهواء من ورا لقدام. تمام. ماشي. ما هو الفكره سهله. تمام. مكان جليب الهواء. زي البوسترات كده في العنابر الطويله. والتدفئه هنا يا دوبك الهيتر اللي ورا وشعله ولا 2. لا. الهيتر ده صغير دي. وكان عرضي هو ما شاء الله. هو كان بتاع الارض من الاول. طب معلش يعني سؤال بس بسيط. انا ايام ما كنت بربى ارضي او ايام ما كنت حضرتك بتربى ارضي كنت بتقول بتربي هنا 2000 ونص في المساحه دي. كنت في الشتاء مثلا بتدفي يعني هل في فرق في التدفئه
ما بين ان هم كانوا 2000 ونص وحاليا 4300. هي يعني تكلفه الفرخ الواحد هي هي في نفس التكلفه، ولا هي بس لما اقسمها على 4300 تخس؟ هي لا انت مش فاهمني يا عم احمد. يعني انا مثلا كنت بدفع 5000 جنيه، برضك بدفع 5000 جنيه بس على عدد اكبر، على عدد اكبر. يعني التكلفه الاجماليه واحده، بس لما بقسمها على 2000 ونص غير لما بقسمها على 4300. فبدل ما انا كنت بدف مثلا ب 6 جنيه الفرخ، لا بدف ب 3 جنيه الفرخ، اللي هم 5000 هم بس قسمت على عدد اكبر. تمام. والتهويه ما غيرتش فيها حاجه؟ ركبنا شفاطات صغيرين دول وزودنا الخلايا من بحر دي. يعني انت كنت اصلا الوضع القديم اللي هم الثلاث شفاطات الصغيرين اللي هنا دول؟ لا كانوا الشفاطين الكبار بس. كانوا الشفاطين الكبار بس. وبالتالي زودنا عليهم الثلاثه الصغيرين عشان العدد اللي زاد. والخليتين الكبار اللي في الاخر زودنا جنب البحر كله. تمام. بسم الله ما شاء الله. واي كتكوت في البطاريات ما ينفع. ايه؟ اي كتكوت في البطاريات ما يخافش منه. امراضه اقل او تعرضه للامراض اقل. يعني انت كنت جبت واحد تعبان وما تجيب واحد تعبان وتتجازف بيه على الارض يتعب. لا واحد تعبان وتعبه اكتر لا ملهاش لازمه. طيب في حاله النظافه انضف البطاريات. لا يعني انا هفترض دلوقتي ان انا خلصت دورتي وعايز انضف ما تفكش ولا حاجه غير دول بس عم تفكوهم وننضفوه. تتغسل كلها وقت وحديد مجلفل مش معي صدق. تمام. شايف حاجه مصدق انت بالخامه دي؟ لا. دي خامه ابراهيم وانت كديه للقايم 2 مللي ونص. ما هو في 3 سنين كل ان هو يتنوا على الوضع ده يعني الجماعه الحدادين هم مش حاجه اسمها تهز. تمام. العلافي بس العلافي تمام. لو في اسئله يا شباب انا معاكم. هنبقى نبص على العنبر اللي هو الهرمي بكره الهرمي الكامل. الهرمي اوتوماتيك كامل. سايل وكل حاجه وعلف وكل حاجه. ده قريب ولا بعيد؟ هنا 3 كيلو من هنا. 3 كيلو من هنا. خلاص تمام سهل. عايز تقول للناس حاجه تاني؟ اقول لهم السلام عليكم وارجوكم اللي يعمل بطاريات يعملها في المكان الصح. حاضر تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.